السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض ايس كريم الفراولة بطريقة سهلة جدا. كل المكونات كده، مفيش اسهل منها، وكمان هيطلع معاكي كريمي وتحفة. مكونات اقتصادية وسهلة جدا جدا. يلا بينا ندخل على الفيديو على طول ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين بقى الايس كريم بتاعنا كريمي وطعمه يجنن وتحفة. شايفين؟ يلا بينا نقول بسم الله. اللي اول مرة يدخل القناة عندي ما ينساش بقى يدعمني باشتراك في القناة وينورني بوجوده ويفعل زر الجرس على الكل عشان توصلكم مني كل الفيديوهات. كمان يضغط لايك. هنا معايا يا بنات نص كيلو من الفراولة. انا كنت مجمداها بس طلعتها قبل ما استخدمها كده ب10 دقايق علشان ما تكونش مجمدة قوي وتبوظ الكب. معايا كمان كوباية من اللبن الساقع ونص كوباية من الكريم الشانتيه الخام ومعلقتين 2 من السكر. كل المكونات سهلة جدا وهسيبها لكم في اول تعليق مثبت في التعليقات تحت الفيديو. هنا حطيت بقى في الكبة النص كيلو من الفراولة طبعا معنا مجمدة بس مش مجمدة قوي، يعني طلعيها قبل ما تستخدميها كده ب10 دقايق بحيث ان هي ما تكونش يعني كتلة واحدة كده تبوظلك السكاكين بتاعة الكبة. نزلت كده بكوباية اللبن برضو كان ساقع جدا معايا، نص كوباية الكريم شانتيه. انا مستخدمة كريم شانتيه خام، بتجيبيه من عند اي عطار متوفر، تقولي له عايزة كريم شانتيه خام بيكون من غير سكر. وحطيت عليهم كمان معلقتين سكر. لو بتحبي الحاجة مسكرة قوي ممكن تحطي 3 معالق كبار من السكر. ضربتهم زي ما انتوا شايفين كده كل المكونات على بعضها ضرب متقطع لحد ما القوام بتاعهم وصل للي انتوا شايفينه ده. طبعا هو قوامه كريمي زي ما انتوا شايفين، حلو جدا، طعمه لذيذ. ولادك هيتجننوا عليه، بالذات بقى لو بيحبوا الفراولة هيعجبهم جدا. ما شاء الله يعني كميته كويسة. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله، حلو جدا. اتمنى ان انت تجربي الطريقة دي، هتعجبك جدا، وكمان مش مكلفة خالص. يعني نص كيلو من الفراولة وكوباية من اللبن ونص كوباية من الكريم شانتيه ومعلقتين 2 سكر او 3 معالق براحتك. هنا بقى فضيت كده الايس كريم بتاعنا وحطيته في الفريزر. انا سيبته ساعتين 2. انتي ممكن تسيبيه اكتر من كده. كل المكونات كانت سهلة معانا وكمان مجمدة، فمش هياخد وقت اصلا ان هو يتجمد معاكي في الفريزر، هتلاقيه سريع جدا. يعني انتي لو حابة تعمليه وتأكلي ولادك منه بعد ساعة واحدة هتأكليهم، ومش هتشتري من السوبر ماركت وتوفري على نفسك وتوفري على ولادك. يعني عايزة اقولك كل حاجة بقت غالية، والاولاد عشان يروحوا يجيبوا ايس كريم دلوقتي يعني عايزين لهم مبلغ وقدره. فانتي اعملي الحاجة وفرحي ولادك في البيت. شايفين بقى قوام الايس كريم تحفة، كريمي جدا، طعمه حلو قوي قوي. يعني اقولك ساعة هتلاقيه قوامه متماسك معاكي وبقى يجنن. شايفين؟ ما شاء الله حلو جدا. عايز اقول لكم بقى ان انا كنت عامله كمان بالاناناس، بس التصوير بتاع الاناناس ما اتظبطش معايا فما حبيتش ان انا اعرضه معاكم، بس هسيب لكم كده صوره ليه في اخر الفيديو. حلو جدا جدا. يعني ممكن تعملي بنفس المكونات ديت، نفس المقدار، بس هتستخدمي برضو الاناناس هيطلع معاكي حلو جدا. شايفين؟ ما شاء الله قوامه كريمي تحفة. والله كان حلو جدا الاولاد، يعني عايزه اقول لكم ما شاء الله. ما تنسوش بقى يا بنات اللي وصل معايا لنهايه الفيديو يضغط اشتراك ولايك لو عجبكم الفيديو. ده بقى ايس كريم الاناناس، انا مش منزله لكم غير مقطع صغير كده منه علشان التصوير بتاعه ما كانش حلو. بصوا كريمي جدا وحلو جدا، بس اللي هيعمل الاناناس يقلل اللبن لنص كوبايه علشان طبعا الاناناس بيبقى فيه ميه ياما. شايفين بقى؟ قوامه حلو جدا، طعمه جميل كريمي ما شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوه يعجبكم وينجح معاكم. مع السلامة.